السلام عليكم ورحمة الله أخواني أخواتي. اليوم مقطعنا بإذن الله تعالى راح أعطيكم أفضل 7 عطور ديزاينر تستاهل تكون من فئة النيش، وعلى بركة الله نبدأ. وأول عطر من ضمن القائمة كارتير باشا نسخة البرفان. هالعطر جدا جميل ثابت وفواح، يجيب لي إطراءات بصراحة، يصلح لكل وقت لكل زمان لكل فصل، كان صيف وشتاء. بصراحة بأمانة أعتبره من أجمل العطور الديزاينر. رائحته جدا جميلة، عنبر على لبان على مسك على باتشولي على تونكابين صندل خشبي تابع للعطر، جدا جميل ويستحق أو يعتبر بالنسبة لي أفضل من عطور نيش كثيرة في القائمة. العطر رقم 6 من ضمن القائمة ديور هوم نسخة البرفان. العطر جدا جميل ثابت وفواح، يجيب لي إطراءات بصراحة شتوي، يعتبر عطر ايرس، يعني نوتة الوردة الايرس جدا طاغية فيه. لما يهدأ نوتة الجلد مع الصندل مع العود مع السيدار مع ورود، يعطيك شي فخم من الآخر. بصراحة أعتبر هذا عطر نيش على جودة النوتات وأداءه. والعطر رقم 5 سافاج الإكسير. هالعطر جدا جميل بصراحة، رائحته جدا جميلة من أول ما نزل، يعني رائحته مميزة. افتتاحيته اللي هي نتماج مع السينامون اللي هي القرفة مع الهيل مع الجريب فروت، ولما يهدى عاد اللافندر مع الصندل والعنبر والباتشولي، بصراحة أداء ما طبيعي. طبعا أنا راح أعطيكم هذا العطور، ما راح أعطيكم من فئة البرايفت كولكشن لأن البرايفت كولكشن أعتبرها قريبة جدا لعطور النيش، فراح أعطيكم العادية وليست البرايفت كولكشن. تمام. رقم 4 سترونجر وذ يو ابسولوتلي. هالعطر جدا جميل ثابت فواح بأمانة، من أجمل العطور الديزاينر. يفرق عن السترونجر وذ يو انتنسلي، هذا شوية أخف السويتي فيه بسبب نوتة الرمل في الافتتاحية. لما يهدى فيها اللافندر مع الفانيلا، عندك الكسنة اللي هي تشيستنات والسيدار والباتشولي. بصراحة العطر جدا جميل فواح وثابت، يصلح للصيف والشتاء، بس الشتاء أكثر، الانتنسلي يصلح للصيف والشتاء. العطر رقم 3 1 مليون نسخة الإليكسير. هذا نزل 2022 آخر إصدارات 1 مليون. بصراحة هذا العطر جدا جميل ثابت وفواح، ريحته جدا جميلة. افتتاحيته اللي هو التفاح الأخضر بعدين ورود مع سيدار. العطر بأمانة يصلح للصيف والشتاء، بس أفضل في الشتاء كونه ماخذ فيها سيدار والفانيلا والتونكا والباتشولي. لما يبرد مثل ما خبرتكم الفانيلا مع التونكا بين والباتشولي، وتحس فيها خشب شوية أو سويتنس شوية. العطر جدا جميل صراحة ويجيب لي إطراءات. العطر رقم 2 جون بول لامير إليكسير. من أجمل العطور اللي نزلت 2023، ومن أجمل العطور الديزاينر بأمانة. أعتبرها عطر نيش من كثر ما جودته جدا جميلة، رائحته جدا جميلة، ثباته أو انفراديته وتميزه بصراحة أعطيه 10/10. افتتاحية العطر اللافندر مع النعناع اللي هو المنت، بعدين الفانيلا مع اللبان، وعندك الهاني. لما يبرد العطر تحس فيها بطريقة جدا فخمة مع التوكبين والتباكو. العطر جدا جميل ويجيب لك الإطراءات شتوي بأمانة، يعني حتى التصميم جدا جدا جميل وفخم. ورقم 1 أعتبره ملك العطور الديزاينر. بصراحة هالعطر خلى البراند يعتبر من أجمل أو أفخم البراندات في فئة الديزاينر، وخالت تنافس عطور نيش كثيرة. توم فورد أمبريلا ليذر. العطر هذا جدا جميل جدا فخم جدا رجولي أعتبره. خلوا منكم كلام الناس اللي يقول لك الفئات القديمة أو النسخة القديمة أو النسخة الجديدة أضعف، وهذا أنا عندي النسخة القديمة 2018 اللي هي نزلت، وعندي نسخة الجديدة. العطرين أو النسختين ما أحس فيهم فرق أبدا، الاثنين فيهم الثبات والرائحة والجودة.
العطر هذا جدا جميل ويجيب لك الإطراءات شتوي، افتتاحيته في الهيل تحس بالجلد على طول مع الياسمين، ولما يبرد مع الجلد الباتشولي والعنبر. بصراحة أعتبره فعلا من أجمل العطور الديزاينر. وشكرا جزيلا، وأتمنى فتكم ولو شيء بسيط، وأعطونا اقتراحاتكم لأي عطور أنت تحسوها تستاهل أن تكون من فئة النيش. والسلام عليكم.